القمر يسير باتجاه الأرض وسينهي الأمر بالتصادم. أطلق العلماء تحذيرا صارخا بدعوى أن القمر يسير في مسار تصادمي مع الأرض، حيث ذكر بأنه في نهاية المطاف سيتصادم القمر مع الأرض في حادثة مدمرة لكلا هذين الجرمين السماويين، بالرغم من أن القمر حاليا يتحرك مبتعدا عن الأرض بمعدل 3.8 سنتيمتر كل عام، إلا أن الخبراء يقولون بأن عملية المد والجزر الناتجة عن جذب القمر لمياه البحار والمحيطات ستتسبب بتحرك القمر ببطء باتجاه الأرض. قال جيسون بارنس عالم كواكب في جامعة إيداهو بأن الحالة النهائية لتطور المد والجزر في نظام دوران القمر حول الأرض ستسبب بالفعل توقف القمر عن الدوران واصطدامه اللاحق وتراكبه على الأرض. دوران الأرض حول نفسها سيتباطأ في النهاية ليصل إلى ما يقارب فترة دوران القمر حول الأرض، وعندما يحدث ذلك ستسحب الجاذبية الأرضية الأقمار الصناعية، مما يعني أنها ستندفع تدريجيا نحونا. أكمل السيد بارنس قائلا: في آخر المطاف سيقترب القمر كثيرا مما سيجعله يتحرك نحو مركز مداره، وستتشتت طاقته الحركية المدارية في تصادم مذهل وسيندمج مع الأرض. على أي حال، أضاف العالم أن هذه الحادثة ليس من المرجح أن تحدث إلا بعد 65 بليون سنة أخرى. في تلك اللحظة ستصل الشمس إلى نهاية حياتها، وهي مرحلة العملاق الأحمر، حيث ستتوسع وتبتلع معظم كواكب المجموعة الشمسية. ويشك العلماء كثيرا أن الأرض والقمر سينجوان من هذه المرحلة، حيث أنهما إما أن يحترقا ويتحولا إلى هشيم أو يندفعان خارج المجموعة الشمسية في الكون.